أهلاً متابعين الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم المغرب 24. نقدم لكم في هذا الموجز الإخباري نتائج الفرق المغربية في المباريات الإفريقية. نبدأ مباشرة بالفريق البركاني المغربي الذي تعادل في ميدانه أمام بايراميدز المصري بنتيجة 0-0، ويبقى في صدارة المجموعة الأولى من كأس أبطال إفريقيا، وينتظر الفريق البركاني مباراة صعبة في الإياب أمام بايراميدز المصري. بينما عاد فريق الجيش الملكي بنقطة واحدة من الجزائر بعد مباراة صعبة أمام شبيبة القبائل، ويتذيل الجيش الملكي المجموعة الثانية في الرتبة الثالثة بحصيلة نقطتين. وبعد مباراة صعبة على فريق الوداد البيضاوي، تمكن الفريق المغربي من تحقيق نتيجة إيجابية في ميدانه على حساب خصمه الكونغولي، وتحقيق 3 نقاط مهمة في دور المجموعات ليعتلي بهذه النتيجة صدارة المجموعة الثانية. وجاء الهدف في الدقيقة 81 من المباراة بقدم اللاعب محمد مفيد، وتختتم المباراة بهذه النتيجة الإيجابية للفريق البيضاوي على أمل تحقيق نتائج إيجابية أخرى. إلى هنا نصل إلى ختام موجزنا الرياضي. نشكركم على طيب المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد. كان معكم موقع المغرب 24. إلى اللقاء.